السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله ده تكملة للجزء اللي أنا اتكلمت فيه دلوقتي عن إن إحنا هنشتغل في أجهزة وننزل لها ويندوزات ونظام باك اب على السريع وبالطريقة اللي أنا شرحتها في الفيديو اللي فات. بس المرة دي هنعملها بطريقة بسرعة شوية. مثلا أهي فلاشة هنا، تمام، فلاشة هنا أهي، تمام كده. طيب، كيبورد واحد بس اللي معايا وماوس مثلا معفن كده من ده أهو، تمام كده يا حبيبنا. إيه اللي يتم؟ وليكن مثلا شغلت الجهاز ودخلت من الكيبورد على كام، على اف 12 مثلا او اف 9 على حسب الجهاز زي كده، وجاب لي الشاشه اهي. اول حاجه انا بعملها هضغط انتر. انا كده دخلت على الفلاشه خلاص، تمام. ندخل على الجهاز اللي بعده، ادي الانتر الجميل، طبعا اف 9 وتختار اليو اس بي بتاعك. برضو مهما كان انا بصور هبقى برضو مأخر نفسي ومعطل نفسي عشان التصوير، واخد لي بالك كده. انا كده ما كملتش 5 6 ثواني، الاربعه دخلوا بوت ومنهم واحده اهي. وما تنساش انا معطل نفسي، يعني انا واقف ما بعملش حاجه، واخد لي بالك. ناخد الماوس القذر الصغير ده كده ونركبه مثلا. هي راحت فين؟ طبعا انا مش قاعد ومش مستعد ومش مظبط حالي. صلي على محمد. عليه الصلاه والسلام. بص يا حبيبنا، مبدئيا انا عندي هنا صلي على محمد. الهارد ديسك موجود اهو، وفي عليه داتا وسي، حجم السي برضو ظاهر معايا اهو، 14 جيجا وي. فهنفرمط الكلام ده كله، هنبدأ من جديد خالص وننزل باك اب موجود معانا على الفلاشة. ازاي؟ مثلا هنفتح الميني تولز بارتيشن ويزارد. هكمل لك بقى من هنا كده يا جميل من على الفي ام، بحيث ان الصورة تبقى واضحة معاك كده زي ما انت شايف، تمام. كده احنا كل اللي عملناه بس 8 ثواني اللي هي فتحت فيها بس الميني ويندوز، تمام كده. طيب، هنبدأ بقى حبيبنا ايه، زي ما قلت لك هنشتغل بالميني تولز اهو. هفتحه لك، وبدل ما تقعد تقسم من اول وجديد، كليك يمين ديليت، ديليت، اوكي، وادي ده برضو ديليت، وادي الاوكي الجميلة بتاعته اهي. خلاص كده احنا خلصنا التقسيم، تمام. ما كملناش برضو ال5 6 ثواني، قول 10. تدخل بعد كده على الاكرونس اهو، وادي الريكفري، وادي الباك اب اللي انت عامله الريكفري. وبعد كده نيكست، تختار الوقت والتاريخ، نيكست، علم على الكل، نيكست، وهتبدأ تحطهم في الانلوكيتد ده، نيكست. وتيجي بعد كده هنا نيكست، وهكذا اللي بعده اكسبت، نيكست، نيكست، نيكست. كده انا خلصت. هي كانت 46 دلوقتي 47، يعني قول دقيقة واحدة، تمام. هتبدأ تجري معاك بسرعة اهي. هو كده خلاص قرب يخلص اهو. طبعا سيادتك انت مش هتقف جنب الجهاز، يعني الجهاز هياخد منك زي دقيقة واحدة تقسيم، والفرد اللي احنا بنفرده دلوقتي بتاع الباك اب دقيقة واحدة بس، تمام كده. فانت في خلال الدقيقة دي عقبال ما تخلصها وتسيبه بيعد كده مع نفسه، بتكون دخلت في الجهاز اللي بعده، دقيقة في اللي بعده، دقيقة في التالت اللي بعده، دقيقة في الرابع اللي بعده، واخد بالك. هتلاقي ان انت عقبال ما خلصت الرابع ده اللي هو في 4 دقايق يعتبر عملت 4 أجهزة، هتلاقي الأولاني بدأ يخلص، فاهمني. عقبال ما تاخد منه الفلاشة بتاعتك وتركبها في الجهاز التاني، يكون التاني اللي بعده خلص، التالت لسه ما خلصت، تكون انت بدأت في الخامس، في السادس، السابع، وهكذا. فهمتني؟ دي القصة كلها. وانت قاعد، يعني انت لو مظبط كابلاتك ووضعك والدنيا تمام، خلاص انت كده في الروقان. احنا كنا بنقول 5 دقايق و6 دقايق و7 دقايق، صح كده؟ طبعا في الشوية دول كده انت بتكون ايه، ظبطت الجهاز اللي بعده في اللي بعده في اللي بعده وهكذا. طبعا احنا دلوقتي بنشرح على جي بي تي، فاهمني. اما بالنسبه للام بي ار، الام بي ار اسهل من كل القصه دي. بتعمل السي بارتيشن واحد سيت اكتيف وابلاي، وتدخل بعد كده على 1 كي، هو بيختار الجوست اوتوماتيك من نفسه وبيختار السي اوتوماتيك. تضغط يس في يس، خلص الموضوع على كده يا باشا. يعني الام بي ار بالذات تقدر تعمل 300 جهاز في اليوم، فاهمني. وخلي بالك انا جهازي على كده برضو امكانياته بطيئه،
يعني امكانياته تعبانة برضو. الفئة بتاع البروسيسور يو، فيو ده على الله حكايته يعني. كده الويندوز نزل يا باشا اهو، وبالاوفيس والبرامج اللي احنا عايزينها والدنيا تمام. وحجمه كمان مش صغير، يعني ده حجمه كبير اهو. كام يا حبيبنا؟ 26 جيجا، اتفردت ما كملتش 3-4 دقايق. كده يبقى انا تميت وعدي معاكم. واي حد عنده اي ملاحظات يكتب لنا على الجروب بتاع التليجرام، وباذن الله تبقى الامور معانا واضحة، واشرح له اي حاجة هو عايزها. السلام عليكم.